السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا في قناة مصر وطني. كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ويمكن كل سنة وانتم طيبين، دي جات متأخرة على القناة لأن ده أول فيديو ليا بعمله على القناة بالنسبة للفيديوهات الطويلة منذ 60 يوم وأكثر. ولكن كل سنة وحضراتكم طيبين، وربنا يحفظكم جميعا من الداخل ومن الخارج، وربنا يحفظ كل الدول العربية، اللهم آمين يا رب العالمين. انا طالع بس فاتح الفيديو ده مع حضراتكم عشان اوصل رسالة او اوضح رسالة بتتكلم عن الممرضة نعمة مهدي، واللي بنشوفه على موقع التواصل الاجتماعي، واللي بتعمله بنت الدكتورة او الممرضة نعمة مهدي على السوشيال ميديا. طبعا تم نشر بعض الفيديوهات من بنت الممرضة نعمة مهدي في اول ايام العيد باللغة الانجليزية، وبتدعي ان هي داخل منزلها هي وامها اللي هي الممرضة نعمة مهدي، ومش عارفين ينزلوا الشارع عشان في شرطة بتحاصرهم تحت المنزل. وايه سبب المحاصرة وايه سبب تواجدهم في البيت منذ 6 شهور مش عارفين ينزلوا الشارع. وبتستغيث ايضا لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتستغيث لكل المسؤولين الكبار اللي في الدولة، ان هي بتتكلم في قضية فساد ضد الدكتور خالد عبد الغفار، وده وزير الصحة المصري طبعا. وحضراتكم عارفين ان هي ماسكة ملف بالاثباتات والوقائع والادلة والبراهين، وعندها ما يكفي من اثبات واقعة الفساد، ولكن الدولة مش بتتحرك ولا في اي مسؤول بيتحرك ضد الواقعة. فبدأت الناس بتاخد الموضوع بجانب الإهانة طبعا والسخرية للقيادة المصرية والمنظومة المصرية والعدالة المصرية، وابتدت الناس تتكلم بكل شذاذة ووقاحة ان دي مصر. وانتوا عارفين حضراتكم قناة مصر وطني دي قناة رقم 1 داعمة لكل القيادات المصرية والمؤسسات المصرية، وداعمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ولكن ده مش معناه طبعا ان احنا نشوف قضية، وطبعا هنا عشان اطالة الوقت منذ بداية فتح ملف قضية الفساد من الممرضة نعمة مهدي هي وبنتها من داخل منزلها، أطال على موقع التواصل الاجتماعي. الناس ما شافتش أي رد إيجابي من المسؤولين أو من أي أنظمة من الدولة ضد وزير الصحة خالد عبد الغفار. الناس بدأت تتكلم إن دي قيادات مصر، دي أنظمة مصر، وإن مصر من طول عمرها فيها فساد وما فيهاش اي قانون وما فيهاش اي مراقبه ولا اي محاسبه. بس انا عايز اقول لحضراتكم مصر دائما بكل قياداتها وبكل مؤسساتها وبكل قضائها وبكل قوانينها قادمه للامام ان شاء الله. ربنا يحفظ مصر قلبا وقالبا من كل شر وسوء بكل قياداتها من رئيس الجمهوريه حتى المواطن البسيط. وعايز اقول لحضراتكم لكل وقت وله اذان، ولازم يتفتح طبعا ملف او الواقعه بتاعه الممرضه نعمه في قضية الفساد والمواضيع اللي هي ماسكاها بالصوت وبالصورة، كما قالت يعني الممرضة نعمة مهدي ان هي معاها اثباتات بالصوت والصورة واثباتات كافية ضد وزير الصحة خالد عبد الغفار. وهنا لازما الحكومة أو القيادات المسؤولة أو الجهات المختصة المسؤولة تطلع توضح للشعب المصري وللرأي العام. والفيديوهات اللي عملتها بنت الممرضة نعمة مهدي باللغة الإنجليزية اللي هي بدأت تنتشر بشكل نوعا ما يعني ما نقول عنه فضايح للدولة المصرية. وإذا كان فعلا يعني أخطأ أو أثبتت الواقع فعلا شكلا وموضوعا على وزير الصحة، فليجب توقيع العقوبة عليه، لأن وزير الصحة فرد أو شخص عادي يعني ما بين وسط 120 مليون شخص مصري، فما فيش حد فوق القانون. وإذا كانت الممرضة نعمة بتدعي بالباطل فليجب فورا برضه يعني اتخاذ كل الإجراءات اللازمة ضدها وتتحاسب على الفور. ولكن لازم يكون في رد إيجابي ورد سريعي ورد سريع ضد الكلام او الواقعة اللي هي بتتكلم فيها الممرضة نعمة مهدي، وهي قضية الفساد ضد وزير الصحة خالد عبد الرحمن. ولكن شكلا وموضوعا شاء من شاء وأبى من أبى. ربنا يحفظ مصر وكل القيادات المصرية من رئيس الجمهورية حتى المواطن المصري البسيط، مع كامل احترامي وتقديري لكل مشاهديني وكل متابعيني المحترمين. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.